خلينا نتكلم على حالة زي كده. الحالة دي فيها مشاكل كتير قوي. ناس كتير قوي بتعمل تحت السيراميك الطوب اللي انتوا شايفينه ده. خلينا بس نغير اللون كده عشان يبقى واضح. بتعمل الطوب اللي انتوا شايفينه ده، او بتعمله بطريقة اسوأ من كده، وهي ان هو يجيب شوية الكسر او الفضل او الرش بتاع التكسير، ويبدأ ان هو يملى بيه الأرضية تحت السيراميك. طيب خلينا في الأول بس عشان نعرف احنا ليه بنحط رمل أو بنحط ايه كان اللي هنحطه. الرمل وظيفته الأساسية هو إيه؟ التعلية والتسوية، يعني يرفع الأرضية للمستوى اللي احنا عايزينه ويبقى متساوي. طيب بالنسبة لرفع الأرضية للمستوى اللي احنا عايزينه، هو هيتحقق فعلا بفعل التكسير أو الكسر اللي موجود قدامنا، أو الطوب اللي موجود قدامنا. ولكن بالنسبة للتسوية بقى فده مش هيحصل. ليه بقى؟ بص كده معايا، هتلاقوا عندنا هنا في فراغات ما بين الطوب وبعضه. الفراغات دي بتتسبب ايه بقى؟ ان قوة الضغط على الخامة بتاعة الطوب هتختلف عن قوة الضغط بتاع الرمل اللي هنا. بالتالي الرمل ده هيخش في المسافات او الفراغات البينية اللي ما بين الطوب وبعضه مع الوقت، او مع فعل الحركة او التحريك فوق الجسم. لان هتلاقي انت عندك طبعا الكلام ده يتحط سفرة في المنطقة مثلا دي، هتحط هنا سفرة. السفرة اللي هتحط هنا دي، ما احنا ما بنتحركش تحتها، ولكن بنتحرك في الجوانب اللي هنا. بالتالي الضغط على الجوانب اللي هتكون مثلا في المنطقة دي، انا بس بدي مثال يعني، الضغط على الجوانب اللي هتكون في المنطقة دي هيختلف عن الضغط اللي هيكون تحت السفرة. وده هيتسبب في خلخلة مع الوقت للرمل او لجزيئات الرمل. فهتلاقي ان في الجزء اللي هنا ده الرمل بدأ يخش جوه الطوب، وبالتالي الفرق ما بين السيراميك، طبعا السيراميك فوق ثابت بقى بمونة اسمنتية، فده هيبقى كأنه ثابت على الهواء. السيراميك هيبقى كأنه ثابت على الهواء، بالتالي هتلاقي بقى كسر. وهتلاقي الكسر ده بيبدأ يحصل ازاي؟ ان البلاطات تفك من بعضها. دي اول حاجة. تاني حاجة بقى ان الطوب نفسه، يعني العنصر بتاع الطوب ده، لو جه عليه شوية مية من السقية اللي بتتعمل من هنا، اللي هي اللي احنا عاملين بيها المونة، طبعا وده هيحصل لان طبعا هو يمتص نسبة من المية، هيبدأ ان هو يدوب او يبوش مع الوقت، وده طبعا هيسبب مشاكل كتير. ده نفس اللي بيحصل فين بقى؟ ده نفس اللي بيحصل لما نيجي نعمل الكلام ده بكسر للرخام، او كسر للسيراميك، او كسر للطوب، او لشوية الحاجات اللي احنا كسرنا حيطة ولا بتاع. نفس اللي بيحصل ان انت تلاقي بقى الطوب ده فيه طبعا زبالة، وفيه مش عارف ورق. بالتالي لازم عشان كده احنا نعمل الأرضية نظيفة. ما ينفعش ان الأرضية تكون معمولة بشوية كسر وشوية طوب وكلام من ده و... ونحط عليها السيراميك. وده في ناس تقول لك بدل ما اقعد ارمي واطلع، لا طبعا لازم اللي هي صح الا صحيح، لازم تحط رملة، ورملة نظيفة كمان، وتساوي بيها الأرضية. وبعد ما تحط الرملة النظيفة اللي تساوي بيها الأرضية، تبدأ تديها مية. المية دي وظيفتها انها تفرغ جزيئات الهواء اللي ما بين الرمل وبعضه، فالرمل يتضغط. وبعد كده نبدأ ان احنا لو محتاجين رمل تاني نزود عليه. وبعد كده لما ينشف او الدنيا تبقى تمام معانا، او ان هو بدأ يبقى في حالة جفاف نسبي، نبدأ ساعتها نركب السيراميك بتاعنا. غير كده اي حاجة تانية هتعمل هتبقى مش صحيحة او مش سليمة. وزي ما قلنا الوظيفة الأساسية عندنا للرمل هو التعلية والتسوية.